السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب بقى سنة دراسية سعيدة علينا كلنا. لسه موصلة بنتي المدرسة وقررت اقول لكم على مفاجأة حلوة جدا، متأكدة ان هي هتعجب ناس كتير وفيها تحدي كمان. كلنا طالعين من اجازة الصيف وكلنا تخنانين، انا عن نفسي تخنانة 3 كيلو. بس مش ده موضوع الفيديو، ركزوا بقى عشان في تحدي مهم جدا 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 انتوا جزء منه. التحدي ده هو المفاجأة ان انا شغالة على كتاب السلطة بتاعي بقاله اكتر من سنة، بس كل شوية انا مش راضية عنه، كل شوية حاسة انه ناقصه حاجة، كل شوية مش متشجعة ان انا اطلعه للنور او حتى ان انا اتكلم عن تفاصيله. كتير في كومنتس كنت رديت عليكم لما قلتولي جمعي الوصفات بتاعتك والوصفات اللي انتي بتشجعينا نعملها، وكنت بقول لكم استنوا مفاجاه اكبر من ان انا بس ابقى مجمعاها على انستجرام. فالمفاجاه هي موضوع الكتاب، انه الكتاب الثالث ليا هيكون كتاب وصفات للسلطه. بس الفكره بقى انا مش عامله لايف ده علشان كده، انا عامله لايف ده علشان اقول لكم ثانك يو يا جماعه الكومنتس الحلوه، بس عايزه لها اقول لكم بعدين هقرا كل الكومنتس. علشان ركزوا، انا هختار منكم وصفات انتوا بتعملوها في بيتكم، انتوا بتحبوها، انتوا بتاكلوها، انتوا عاملين عليها تويست بطريقتكم، انتوا موجودة في بيوتكم، علشان انا عايزة الكتاب ده يكون بتاعنا كلنا، يكون فيه وصفاتنا كلنا. فانا من هنا بتحدى كل الناس اللي بتحب السلطة واللي برضو ممكن تجرب السلطة، او اللي عايزين يشجعوا الناس ان هم يجربوا سلطة زيي، واللي هم لازم بياكلوها على الاقل 3-4 مرات في الاسبوع اساسية. انا بصراحة دايما 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 حريصة انه على الاقل مرة في اليوم، لو ما عملتش كده هبقى تاني يوم. فانا بتحدى كل صانعي المحتوى، كل ستات البيوت، كل حد متابعني ممكن يعمل طبق سلطة ويصوره لنا بطريقة حلوة ويكتب لنا المقادير المظبوطة المجربة، لان انا ده عشان كده انا عايزة الوصفات متصورة، لان انا عايزة الوصفة متجربة تدوقوها توصفوا طعمها. ففيديوهات هختار من الفيديوهات دي علشان تنزل في كتاب السلطة بتاعي، وهتنزل باسم الشخص اللي عمل الوصفة، اللي طبق الوصفة. حتى لو هو مش لازم نخترع احنا الوصفة، يعني حتى لو هي وصفة عالمية وانا عملت فيها تويست، حتى لو هي وصفة بتتعمل في كل حتة وانا عملتها هي وطلعت مظبوطة قوي، انا عايزة نشجع بعض. وقتها الناس اللي هتكون معانا ان شاء الله في يعني وصفاتها هتنزل في الكتاب، اول حاجه التيم بتاعي هيتواصل معاهم، هياخد منهم كده كلمتين عنهم عشان هننزل عنهم، هياخد منهم صور للطبق. فدايما اعملوا الوصفه وصوروا الطبق صور حلوه، علشان احنا هنحط صوركم بتصويركم انتوا هنحطها في الكتاب. تالت حاجه بقى انتوا محتاجين ان انتوا تعملوا لي على الفيديو invite collaborator، عشان انا الوصفات اللي هتعجبني على طول I will accept. وونس الوصفة نزلت عندي على ماي انستجرام اكاونت اعرفوا ان الوصفة خلاص هتكون موجودة في الكتاب الجديد. الكتاب لحد دلوقتي ما استقرتش على اسم قوي، كل شوية كده افكر في حاجة، بس رايحة قوي ناحية دكتور بيبي سالادز. هستنى برضو انتوا كمان تقولوا لي رأيكم. عايزين نفضل نشجع بعض يا جماعة على حياة صحية نفسيا وجسديا وعقليا وذهنيا وروحانيا قد ما نقدر، ونفضل نفتكر ان احنا بني ادمين، لازم نغلط ونتعلم، لازم نتخن ونخس، ولازم احنا بني ادمين عايشين الدنيا دي علشان نتعلم. واحلى حاجة ان احنا لما نمشي نسيب بصمة حلوة. فبس عشان كده عايزه اشجعكم كلكم زي ما انتوا دايما بتشجعوني، وزي ما لما بدأنا الاكاونت ده قلنا ان احنا دايما بنشجع بعض وبنوزع طاقه حلوه على بعض. فعايزه اشجعكم وتفضلوا تشجعوني على حياه صحيه. فمن النهارده هنبدأ التحدي، ومن النهارده لو حتى عندكم وصفه سلطه انتم مطبقينها قبل كده وانتم عايزين تسموه دكتور شيف فاكرين لا الكتاب ده هيبقى بتاعنا كلنا.
فيلا بينا. ثانك يو يا جماعه والله. فمن النهارده حتى لو انتوا عندكم وصفه سلطه بتحبوها، لو انتوا صانعين محتوى، احب ان انا اعرف الناس على وصفه سلطه بتاعتكم، حتى لو انتوا المحتوى بتاعكم كله فاست فود وجانك فود والحاجات اللي هي يعني زي الحاجات دي، او مثلا بتعملوا حلويات او بتعملوا وات ايفر انتوا بتعملوا ايه، بس عندكم وصفات سلطه عايزين الناس تشوفها اكتر. ف يعني هابريشيت جدا ان انتوا تعملوا لي انفايت كولابوريتور فيها، وان انا اعرف الفولورز بتوعي عليها، وانه تبقوا انتوا السبب في ان انتوا تشجعوا حد على حياه صحيه اكتر. صباحكم زي الفل ويومكم جميل. انا لسه موصله النور على المدرسه، ويا رب لسه دانيا وتاليا ما دخلوش، يا رب سنه دراسيه سعيده على كل الامهات. وبس كده، مش عايزه اطول عليكم عشان الفيديو الناس تلحق. لحد امتى مهم قوي، الفكره خطيره. ثانك يو. صحيح لازم اقول، تخيلوا بقى الفكره دي فكره مين؟ هشوف. ثانك يو يا جماعه والله، ثانك يو يا جماعه، ميرسي. طب تفتكروا دي فكره مين الفكره دي؟ انا كمان بحبكم. الفكره دي فكره ياسر. يعني لقيته بيقول لي انت كل شويه كتاب السلطه بتاخريه، وانا عارف ان ده حلم عندك، وده تالت كتاب ليا، وحبيت انه يكون مختلف عن الكتابين اللي قبلهم خالص. لا مش فكره نور. فلقيت ياسر بيقول لي انه طب انت، قلت له حاسه كل شويه حاسه ان الكتاب ناقصه حاجه. في وصفات كتيره قوي انا لسه يعني بحبها قوي، بس لسه ما جربتهاش بالمقادير اللي هي بالظبط، لانه الموضوع محتاج انه المقادير تكون بالظبط قوي، علشان لما حد يطبق الوصفه يتبسط بيها، ما يحسش ان هو هدر انجريدينتس على الفاضي وكده. فقلت له لا، حاسه ان الكتاب ناقصه حاجه، فانا مش عارفه ايه هي. فلقيته قال لي ايه، انا هقول لك على فكره حلوه. انت تعملي كذا كذا، تطلعي تقولي للناس انه الناس يشاركوكي وصفات سلطه من عندهم، وتنقي منهم ايه 10 وصفات مثلا، وتنزل الوصفات دي باسامي الناس. حسيت هقول لكم تاني في اخر الفيديو، معلش في ناس كتيره دخلت دلوقتي ما كانتش شافت في الاول، بس انا I will save it. فحسيت فجاه انه ايه ده، هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. حتى قلت له ايه ده، انا هي ده اللي انا كنت عايزاه، بس انا مش عارفه اصلا يعني اعمله ازاي، وعايز اشجع الناس، خصوصا فنان يا دكتور ياسر. فقلت له طب انت ايه اوحالك بالفكره دي؟ قال لي انت شخصيتك، انت بتحبي تشاركي الناس، وانت بتحبي الناس تبقى جزء من اي حاجه انت بتعمليها. وهو قال لي اول حاجه ان انت هتاخدي الوصفات دي وتقولي اسامي مين الناس وتعرفي الناس عليهم، وخصوصا ان كتبك بتلف الوطن العربي كله، فده هيبقى حلو قوي. وفي كتب كمان يعني انا معروض عليا ان هي تترجم، بس انا مش عارفه، خايفه قوي من الحته دي، حاسه انه المهم نتكلم في الموضوع ده بعدين. بس كتاب السلطه هيبقى سهل قوي ان هو يترجم للغه تانية ويلف دول اكتر. فحسيت ان هي فرصه كبيره قوي، وقلت له لا، انا مش هخليها 10 وصفات، انا ممكن اخلي، انا برج السرطان يا جماعه بس في اوله خالص، فانا جوزائيه سنه، بس انا سرطانيه يعني، انا الاثنين، وياسر سرطان برضو. فقال لي، فحسيت انه لا بجد، انا حتى كنت المفروض ان انا اصور فيديو، فقال لي روحي بقى مكتبك كده واقعدي واعملي فيديو بقى كده خطير وبتاع. قلت له لا، انا يعني الفكره بجد مش هستنى اقعد. فالنهارده بعد ما وصلت النور قلت انا هفضل زي ما انا، اللي هو انا هعمل حاجه وقت ما ببقى حاسه ان انا عايزه اعملها بالطريقه اللي انا حاسه ان انا عايزه اعملها. فحسيت ان انا عايزه اطلع لايف واسيبه على الاكونت، وشويه نبقى نرجع نفكر الناس تاني. التحدي ده مدته شهر 9 كله. هفضل اعرف الناس على انا في ناس كتيره قوي الحمد لله متابعيني، بشوف وصفاتهم خطيره، ودايما كنا بنحط هاشتاج دكتور بيبي لايف ستايل. برضو هتمنى نحط الهاشتاج دكتور بيبي لايف ستايل. اعملوا لي انفايت كولابوريتور انا ودكتور بيبي برضو اكاونت، واتمنى ان الفيديوز ما تزيدش عن دقيقه، نحاول نخليها 45 ثانيه 30 ثانيه عشان الناس كلها تشوفها. عايزين تعملوا عليها فويس اوفر وتوصفوا طبق السلطه. عايزين تعملوا كمان على الفيديو ده منشن للناس اللي انتوا بتحبوا وصفاتهم، علشان هم كمان يشاركونا في التحدي اللطيف ده. كتير بقى فيه، عايزه اقول لكم انه
في ممثلين، في لعيبه كوره، في يعني ناس كتير متابعيني، هم ناس اللي هو بحس ان اللايف ستايل بتاع حياتهم سريع قوي. قالوا يقولوا لي ثانك يو على طبق السلطه ده، انا كمان عملت كذا وبعتوا لي صوره عملت ده. هتبسط قوي لو لقيت ناس كتير من مجالات معاهم وشاركوني يعملوا ايه. ف واللي هو الشيفات، الامهات اللي قاعده في البيت، البنات اللي لسه ما دخلتش المطبخ قبل كده، ادخلوا بدات تجيلي مكالمات، عشان كده هحاول اختصر اللايف. بس يا جماعه المهم ان في تحدي، التحدي ده ان انتوا هتكونوا جزء من كتاب وصفات السلطه الجديد، الكتاب الثالث ليا ان شاء الله. ان شاء الله عايزين نلحق، لانه عشان كده مده التحدي ده شهر بس، علشان اصلا معرض الكتاب في شهر 1، فهنلحق ان شاء الله كده، وان شاء الله تكونوا جزء جميل من الكتاب. متشكره ان انتوا بتسمعوني، ومتشكره على وقتكم، ومتشكره ان انتوا متابعين، وعيله جميله وراقيه، وبجد بحبها من كل قلبي. ميرسي. ومش تبعتوا في حته، هتعملوا لي انفايت كولابوريتور على الفيديو، وانا الفيديو اللي هعمله اكسبت يبقى هو خلاص معانا، ويستنى تواصل من التيم بتاعي عشان ياخد منه صورة الوصفة وتفاصيل اكتر عنه وكده. بس ميرسي، باي باي. لا اله الا الله يا جماعه، احنا قريب اصلا هنتقابل، عندنا ايفنت ان شاء الله كده، وهيتجمع في نفسي اجمع كل الفولورز، بس يعني الموضوع مش سهل، ف هنبقى بنبعت انفيتيشنز كده، وبرده هقول لكم قبلها. دي الحاجات اللي جايه بقى ان شاء الله في البايب لاين لدكتور بيبي. وليا انا قلت لكم اهو على اول حاجه جايه كتاب السلطات، وفي حاجه تانية بس هستنى شويه. بس باي باي.